بسم الله الرحمن الرحيم. عبد العزيز اليوسفي العلوي، نائب الامين العام لاتحاد الوطني لشؤون المغرب. نحن نتواجد اليوم في ساحة البرلمان في وقفتين مركزيتين كشكل من اشكال مواصلة النضال ضد السياسة الحكومية في مجال تدبير اسعار السلع. اولا لنقول للحكومة أن الاتحاد الوطني لشؤون المغرب يندد بالسياسة الحكومية الممعنة في إضعاف القدرة الشرائية للشغيلة المغربية وخاصة الطبقة الهشة منها. فقد سبق الاتحاد أن عبر على وجهة نظره في فشل الحكومة في تدبير مجال الأسعار ومحاربة المضاربات، غير أن الحكومة كانت ترد بأن هذا التضخم وهذا الغلاء هو مستورد، على اعتبار أن أسعار النفط كانت تعرف ارتفاعا مستمرا. ولكن اليوم يتأكد بالملموس أن هذا الاعتبار هو ليس مؤثرا بشكل كبير، خاصة وأن الأشهر الأخيرة عرفت تراجعا متتاليا لأسعار النفط، في حين أن الأسعار هناك من هو مستقر وهناك من عرف ارتفاعا جديدا. ولذلك فالحكومة تغيب الإعلام العمومي والنقاش الجاد والمسؤول المتعدد الأطراف، خاصة وأنها تغيب المعارضة. فنحن الاتحاد الوطني لشؤون المغرب لا نعتبر أنفسنا في المعارضة ولا في الأغلبية، وإنما نعتبر أنفسنا لدينا مسؤولية اجتماعية وأخلاقية للدفاع على الحقوق المرتبطة بالشغيلة المغربية، والدفاع خاصة والدفاع على الطبقة الهشة المغربية عموما.